البنك المركزي خلال كام يوم اللي فاتوا وقع اتفاقية ثنائية، ومحافظ البنك المركزي طلع وقال ان الغرض من وراء الاتفاقية دي هو تعزيز العلاقات بين الدول في جميع المستويات وزيادة حجم التبادل التجاري، وكل ده بهدف انعكاسه الإيجابي على عمليات التعاون المالي المشترك، وهيزود من عمليات التعاون المالي في جميع الاتجاهات. وده ما كانش رأي محافظ المركزي عندنا وبس، كمان المصادر الأخرى كانت شايفة إن الاتفاقية هتدي عمق كويس في العلاقات، وهتكون فرصة كويسة لتطور الأسواق الاقتصادية والمالية والتجارية. تعالوا بينا نعرف إيه هي الصفقة بالكامل وقصتها، وإيه الفرص المتاحة قدام مصر بعد الاتفاق ده، خصوصا إن الخليج بينوي يتخذ قصة جديدة وخطوات تجاه مصر، وإيه الهدف الأساسي من وراء الاتفاقية، وهل البريكس ليه علاقة بيها، وهل تأثيرها على التعامل بالدولار هيكون قوي. وزي ما انتوا عارفين احنا مش بنعكس الكواليس لكن بنتعمق في الحكاية وبنقول الجديد. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا. أنا محمد فرج، كل حاجة صح في المراية. واحنا بنبدأ حلقتنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنسأل ونقول ايه هي الصفقة؟ الصفقة اللي حصلت هي صفقة قوية عن تبادل العملات بين مصر والإمارات. محافظ المصرف الإماراتي كان شايف ان الاتفاقية دي هتدي عمق للعلاقات، وهتكون فرصة كويسة جدا لتطور الأسواق الاقتصادية والمالية والتجارية، لأنها كانت بتتكلم عن تبادل العملات. الصفقة دي هتخلي في فرصة كويسة للطرفين في نقطة مقايضة الجنيه والدرهم الإماراتي بقيمة هتوصل ل 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي. الصفقة هتساعد في الاستقرار المالي للدولتين، لأنها عبارة عن سعر صرف سائد هيكون محدد. وخلينا نقول إن الهدف من أي اتفاقية مش لتقوية العلاقات والروابط بين البلدين بس، لكن تأمين كل جانب نفسه من غدر العملات الأجنبية اللي بتتحكم في الرايحة والجاية، خصوصا تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، وده من خلال ان التعامل والعلاقات بين البلدين هتكون بالعملة المحلية، ومن خلالها هيحاولوا يصلحوا اي خلل في منظومة اسعار الصرف وتأمين الديون الخارجية بتكلفة اقل. ده غير ان الحكومة المصرية عايزة تبدأ تتحرر من انها تكون مضطرة في طلب الدولار، سواء بقى كان من السوق المحلي او عن طريق الاستدانة الخارجية او الديون وغيرها. طب هنا في سؤال، هتقول لي يا عم فرج طب ما كده مصر اللي استفادت، الامارات استفادت ايه؟ بص يا ريس، بموجب الاتفاقية دي الامارات حصلت على فلوس من مصر بسعر الصرف اللي شغال دلوقتي، لكن ممكن ان الفلوس دي قيمتها تزيد في حالة لو الجنيه المصري رجع يرتفع قدام الدولار، وممكن للامارات انها تستثمر بيها جوه الاسواق المصرية. ايه رأيك بقى في الكلام؟ نيجي لنقطة تانية وسؤال مهم، هل البريكس له علاقة بالاتفاقية؟ الاتفاقية اللي تسمح لمصر ان هي تستورد مواد نفطية بالجنيه بعملتها المحلية يعني، وتعزز من الاستثمارات الاماراتية في مصر، ده يعتبر اول ناتج لثمار انضمام ال6 دول الجديدة، واللي من بينهم مصر والامارات لتجمع بريكس الاقتصادي اللي بيضم البرازيل كمان وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، وده مع بداية يناير السنة اللي جاية. كمان تجمع بريكس ده بيسعى وبيجاهد بكل الطرق انه يعتمد في التجارة العالمية على عملات تانية غير الدولار. كمان بعد الاتفاقية دي الشركات الاماراتية هتحول ارباحها للامارات بالجنيه المصري، ودي كانت حاجة محظورة قبل توقيع الاتفاقية. كمان تقدر انها تحول الارباح برضو لعملتها الوطنية، وده كله بعيد عن الدولار. وعلى الرغم من محدودية حجم المبلغ اللي مذكور في الاتفاقية، ده هيفتح باب قدام توسيع المفهوم بمجرد ما ينجح في تطبيقه، وده كله عشان يتم تخفيف الدولار في السوق المصري. الهروب من هيمنة الدولار، هنهرب منين والباب هيجينا منين؟ هيمنة الدولار مش مقتصر على الاتفاقات المرتبطة بالتجارة العالمية، لأن الدول اللي مش مستقرة ماديا بتعاني من عدم توفر الدولار عندها، وده بيأثر عليهم بشكل كبير لأنها مش بتعرف تستورد احتياجاتها ولا تسد ديونها. ورغم طموح دول البريكس انهم يخرجوا من سيطرة الدولار، لكن للأسف الدولار هيفضل أقوى عملة في العالم، لأنه مازال بيسيطر على 41% من المدفوعات العالمية، وكله طبعا خايف من ان الدولار ممكن يفقد البعض من أماكنهم في حالة التغيرات والتوترات الجيوسياسية. وعشان كده باقي الدول بتفكر في انهم يشوفوا قوة تدعم العملات التانية حوالين العالم، وانها تشوف نظام مالي عالمي جديد بعيدا عن الدولار الامريكي.
مؤسسة مورجان ستانلي قالت انه مفيش في الوسط اللي يهدد الدولار بشكل حقيقي، لانه بيمثل اكبر عملة احتياط في العالم وبيسيطر على 60% من احتياطات البنوك المركزية العالمية. كمان فكرة استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في انه متبني سياسة رفع سعر الفايدة واللي بتمشي على نفس سياسة البنوك المركزية لمعظم الدول، ده سبب قوي ودافع للدول ان هي تحاول تكسر القاعدة وتخرج من دايرة هيمنة الدولار. لكن خطوة زي كده مش سهلة، خصوصا ان الدول بتحاول، وده اللي هيبان الفترة الجاية. خلي بالك يا ريس، ودي احصائية على السريع كده، السنة اللي فاتت وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والامارات 4.9 مليار دولار، خصوصا ان مصر بتستورد من الامارات ب 2.9 مليار دولار وبتصدر ب 1.9 مليار دولار. ايه اللي بيعمله البنك المركزي لدعم عملته؟ البنك المركزي الفترة اللي فاتت بيسعى انه ينوع سلة العملات الأجنبية، ودي خطوة منه عشان يدعم بيها قيمة الجنيه المصري مقابل العملات التانية، واللي من ضمنها الدولار. السلة دي عبارة عن سلة ليها نظام نقدي هتستخدمه كل البنوك المركزية للدول عشان تحدد سعر الصرف لعملتها المحلية بنظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية، وهيتم اختيار العملات على أساس كثافة التجارة الثنائية بين الدولة صاحبة العملة المحلية والدولة اللي هتصدر للعملات المكونة للسلة، والعملات هتترتب بحسب أهميتها وفقا لإجمالي الواردات والصادرات الثنائية مقارنة بإجمالي التجارة الدولية للدولة صاحبة العملة. خلي بالك إن ممكن تتغير أوزان العملات المتكونة في السلة، وده في حالة تغير كثافة التجارة الدولية، وممكن كمان إنها تتغير في حالة وجود العملات الجديدة أو خروج عملات موجودة منها، زي ما حصل مع المارك الألماني والفرنك الفرنسي، وجه مكانهم اليورو كمان الفترة اللي جاية. الجنيه هيكون في طلب عليه، وده هيزود من قوته من ناحية العملة الإقليمية والعالمية في التجارة الدولية. كمان مصر هتستفيد بشكل كبير لما تقلل اعتمادها على الدولار، لأن هي دايما بتكون محتاجة لتوفيره وبتعاني من نقص العملة، لكن لما ما تكونش بتعتمد على الدولار ده هيساعدها في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف للدولار قدام الجنيه. كمان هيزود من حصيلة النقد الأجنبي من الدولار جوه البنك المركزي. وبالنسبة للتبادل التجاري بين مصر والإمارات بالجنيه والدرهم، ده هيساهم في دخول قدر أكبر من الاستثمارات، وهيسهل دخول الاستثمارات الأجنبية من الدول دي، وهيخفف من أعباء المستثمرين لأنهم مش هيكونوا مضطرين لتوفير حصيلة دولارية معينة. وده بجانب ان الدول اللي بتنفذ اتفاق زي ده بيكون علاقتها الدولارية والتبادل التجاري في الواردات والصادرات أقوى. كمان فكرة تبادل العملات بين الدول هيخلي في تزايد على الطلب على الجنيه في الدولتين، ومع الوقت ممكن يتخلوا عن الدولار نهائيا، خصوصا ان في دول كتير بتعاني من أزمة الدولار، فهتتجه الدول دي لانها تنوع من سلة عملاتها اللي بتتعامل بيها بعيدا عن الدولار لتعزيز فرصة الشراكة الإقليمية بين الدول وبعضها. الموضوع مش سهل، لكن الدول مش ساكتة. تفتكر هل خطط الدول في انها تتخلى عن الدولار هتنجح؟ قول لنا في الكومنتات، وما تنساش تقول لنا كمان رأيك في موضوع النهاردة، وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.